تصريح خطير من وليد الركراكي بعد خسارته من السنغال في نهائي كان 2025 بالمغرب. استمع واعطيني رأيك في تعليقات المنتخب السنغالي على التتويج. مباراة نهائية تحسم بالتفاصيل الصغيرة، وهذه هي كرة القدم الإفريقية. اليوم المغرب لم يخسر لأننا فشلنا، بل لأن النهائي يكسب ولا يلعب. لاعبون قدموا كل ما لديهم، قاتلوا حتى آخر دقيقة، وشرفوا القميص الوطني أمام قارة كاملة كانت تتابع. كثيرون شككوا فينا منذ البداية، قالوا إن ما حققناه سابقا كان صدفة، لكن الوصول إلى النهائي ومواجهة أقوى المنتخبات يثبت أن هذا المنتخب يملك هوية وشخصية واضحة. نعم، هناك تفاصيل لم تكن في صالحنا، قرارات، ضغط، وإيقاع لعب صعب، لكنني فخور جدا باللاعبين لأنهم لم يستسلموا ولم يفقدوا تركيزهم رغم كل شيء. رسالتي للجماهير المغربية: لا تحزنوا كثيرا، لأن ما بني اليوم هو أساس المستقبل. هذا الجيل لم يقل كلمته الأخيرة، والمغرب سيبقى حاضرا في كل المنافسات الكبرى. سنراجع أخطاءنا، سنتعلم من هذه التجربة، وسنعود أقوى. من يظن أن المغرب سيتوقف هنا لا يعرف عقلية هذا المنتخب ولا طموح هذا البلد. الخسارة مؤلمة، نعم، لكنها أحيانا تصنع أبطال الغد، ونحن نعدكم أن القادم. إذا كنت من عشاق كرة القدم الإفريقية وتحب الكواليس، التصريحات القوية، وأهم اللحظات بعد كل مباراة، فهذه الصفحة صنعت لك. نقدم لك كل جديد عن المنتخبات الإفريقية، تحليل سريع، لقطات مؤثرة، وتفاصيل لا تسمعها في أي مكان آخر. إن كنت تشجع المغرب، السنغال، أو أي منتخب إفريقي، هنا ستجد المتعة، الحماس والحقيقة. لا تنسى دعمنا بالمتابعة وفعل الإشعارات حتى لا يفوتك أي جديد. المباراة تنتهي، لكن القصة الحقيقية